اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون فتح هدايا عيد ميلادي، فمبين قديش حماس عليه اليوم صح؟ قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب اذا مش عاملين. وهلا يلا نبلش الفيديو اليوم. طبعا مرام قررت ما تروح على البيت عند باسم، قالت هالقد افتحهم، قلت لها يا بابا في البيت. اصرت اللي مرام. ما شاف العيد ميلاد راح نترك الفيديو بصندوق الوصف عشان تفهموا احنا هلا ليش لسه هلا خلص العيد ميلاد طبعا، فجيبوا لي جيبي لي الهدايا هي عشان تمام. طب لو حدا ثاني طبعا في هدايا اجت من صحباتي في يوم عيد ميلادي بنفسه، يعني اليوم صار له 5 ايام عيد ميلادي في البيت بس تروحي بتصوريهم ولبستهم يعني مش عارفه اذا اقدر اسوي حبيبي. هدول الهدايا بس اللي هو منا احنا يعني. باسم سحب هديته عشان اصلا انا ما فضلتش لا حنخليكي تفتحيها. باسم تعملي تعديلات على الهديه. تمام خلينا نفتح اول هديه. في حد جايب لي ملابس اشي زي هيك، ثواني نشوف. في حد جايب لي هذا الجاكيت، كثير حبيت. مين جايب هذا؟ يعني ما رح تجيب اسمه بس مين جايب هذا؟ كيف لو ما كنتيش لابسه اتوقع ماما. صح. مين هذا؟ هذا عن جد من ماما. لانه الام هي اللي حتعرف تجيب لي ملابس، يعني انا هيك قلت يا اما هي يا اما ماما. باسم ماسك كيس في البيت ونازل يلفلف الكلا هديه بالغلط وهو ماشي. على فكرة والله هاي في هدية هلا. والله طب ليش تلفلف فيها؟ ما عشان ما تفتحش على طول. ما تفتحش باسم على طول. انت على فكره بتغش. لا والله هيها. كل شويه ماخذ الهديه وخش على غرفتك، ايش بتعمل فيها؟ هو عشان ما تفتحهاش. كل شويه باخذ الهديه وبخش على غرفتك. عشان ما تفتحهاش. مرام بعدين يلا شوف الباقي. بس خلينا نلبس هذا. ما تحكي لي بابا. انت تلبسي كل قطعه. تمام خلص. في هذا هديه ماما عرفناها. تمام. في جايبين كمان هذا هديه هايا. جايبه لي بنطلون يا كريمة بيطلع منك اوكي جايبه لي بنطلون. بينها حاولت تسحق بنطلوني اللي جابته وجبت لها. مع اني حاليا لابسه بنطلون هاي، فهي بتحاول تخليني ابعد عن بلاطينها شوي. انا ما بحب. فجابت لي بنطلونها قاعد بلبس بلاطينها. عندي بلاطين بس بلاطين هاي حب خاص لهم. ده خلص هيك لابقين مع بعض. شكلك انت وماما لابقين مع بعض يعني، فشكرا لكم. في سلسال كيوت كتير. هذا من ماما. كتير حلو، كتير حبيته. يسلم ايديكي ماما. في حد جايب لي شوز بتوقع. مبين زيادة عنده شوز. مين جاب هذا؟ ملاك؟ يعني زي قولت انه الشوز من قيمتك يا اختي ولا كيف؟ لا زي قلت انه بطل اشحت الشوزات تاعوني. والله هي تشحت الشوزات تبعوني ملاك. حاليا هي لابسه شوز تبعها. يبقى خلص فهمت، هي جايبه لك الشوز هديه عشان هي تلبسه. يا حبيت والله بيطلع منك. طلع كيف فرحت على الشوز اكثر منهم اصلا. كثير بحب الشوز بالذات الابيض كثير. انت حتحكي لي جايبه لك الماركه اللي بتحبيها كمان. كمان جابت لي ماركه لامبرجاك. فيسلموا كثير ملاك. هدول هون شبشب، والله حاسه انه شبشب. هاي هاي حيعجبك والله العظيم. هذه هديتي على فكره. انت لسه شفتيه؟ طلع تفضلي. مجموعه بطيخ جايب لك. احنا ما شلنا العلاقه عشان تعرف انه هو جديد. في كمان شيء. في هذا مرتب شفايف عليه الشبشب كبير النمر علي، انا من هلا افهمت. وهذا السويبر عليه بطيخ. شو انت؟ شو عشان مرتب شفايف. تمام. وهدول جيلي بطيخ. على فكره هاي اكثر هديه يعني معك 3 بطيخ. كيوت. وين عند البطيخ؟ وفي حتى لها صحن البطيخ من الثلاجه يا ألفت اللي كان في عيد الميلاد. حاليا هذا اكثر شيء محتاجاه مع الكعب اللي انا لابساه. بس كيف بالله عليك، انا عارف والله انه حيعجبك. مرام شوف فرجينا اياه. هي جايبه لك مع بطيخ. شوف طبعا انا عندي حب كبير للبطيخ. هذه هديه دينا، تعالي يا دينا احضري فتح لحق هديتك. هديتك يا دينا. حمزة شوفها. كيوت كيوت. جربها. طبعا بنشوش من ايدك. بس عليهم منظر حلو بس شوفي. دينا لقت انه احنا جايبين لك اوتفيت وناسين الجربات. الله. هيك هدايا خلصت. جاي لك هدايا باكثر من عدد الموجودين، غير هدايا صحباتك. مش عاجبك؟
لو عملنا لك عيد ميلاد فضل ما كل بدك معي حاجة فلوس. كل كل حاجة مش عاجبني، فلوس. طلعتوني مش عاجبني، بس كنت بدي الفيديو يطول اكثر عشانكم. عشان تعرف تجيب عشان تجيب داخل يعني. عشان يصير بالك. يلا يا باسم هات هديتك يا حبيبي، هات هديتك. اطلع بهديتك. نظرات باسم يلا يا حبيبي. يلا يلا يا كان متحمس اكثر منك تتحمل هات عليا. الهدية يلا هات انت يا معاهم انا معايا. باسم اعطي مرام هديتها لو سمحت. في غيرها بصراحه، في هديه ثانيه. اشوف يلا هدية مرام تانية فرجينا يا بابا، غيرها اكيد صح؟ لا والله ما غيرت فيها حاجه. باسم جايب لي ها؟ وايبس مستعمل. حاسس انه قاعد ايديك مناديل مبللة يا بابا. ايش حاسس ايديها فيهم مثلا لما سلمت عليها كان فيها كيكه. فيها كيكة مثلا ايدها؟ شو هاد؟ هاي الهديه. هذا عنده بيطلع فايت مجفف. لا ترى قلت لك مرتكم. يا حبيبي هات اشي الها. قلت له لك انت. باسم هذه هدية ولا بعد ما الفيديو. بابا هذا اشتراه وطلع معه مش نافع. اقول شوفي باسم جاي من السفر. اتفاجئ انه احنا عاملين عيد ميلاد مش جايبه هديه. الله على فات الغرفه. الله على التبريرات. فات الله. الغرفه طلع اي شيء كيس دفاع كيس فاضي. هاي من لو. هاي جاب لك نقدي. هاي احلى هديه. هاي كيكه قديش لو. اعطاك؟ اعطاها فلوس قديش اعطاك؟ 200 ليرة 200 ليرة؟ والله كفو حلو. بس من عيد ميلادي كان قبل فترة. مستندين بعد الفيديو. بعد الفيديو في استكمال لإلهم حبيبي. طب على قد كلنا جبنا هدايا ما عدا دينا، تجربين بصراحة. وانا بدينا مع بعض في ال 200 هذه انتوا شو بتفكروا؟ والله تاخذوا. اسمعي باسم ودينا كانوا كمان الراعي للاحتفال في بيتهم يعني. مش عاجبك؟ مع الضوء اللي ما انطفى متخيل. خلاص يلا. باسم كان مسافر وما كان عارف ما فعليا. طب استني شوي لحظة، على قد وهي 200 عطاها ليرة. هدية. باسم سافر ال بعيد 200 ليرة هدول المزيح؟ فكر حاله فوت العيد ميلاد وارتاح من هديتي، اجى العيد ميلاد مستنيه لسه، اجى العيد ميلاد عشانك. ال 200 ليرة اللي اعطاهم لك باسم مزيح؟ لا طبعا. مرة هي بتحكي. لا بتحكي عن موضوع ما حكيت احتمال عنده بعد الفيديو يقول لك اعطيهم لا مزيح. بحكي مرام حبيبتي ورا مرام. هاي مزح. فباسم عرف انه عيد ميلادي 5/8 راح سافر على طول وهرب عشان ما يجيب لي هديه، رجع يحارب على عيد ميلادنا نستناه. وين الهديه؟ قال ليش بروح اليوم بعمل مفاجأة لدينا، جيت بقول يلا جينا نعمل عندكم عيد ميلاد. هذا كان فيديو اليوم، حابه اشكركم كلكم على الهدايا الحلوه. بارك الله فيش فيك. شيء من قيمتي. لا مش هيك، انا بحكيش انت قصدي شو انا بحكي، انت اللي بتحكي الجمله، انا شو بحكي؟ بارك الله فيكم. انت بتحكي يا بابا كل عام وانت بخير، تصبح على خير. شكرا لكم، انا نعسانه عشان هيك بلشت اخبص، صار لي فتره بنام. انا فيش شيء من قيمتكم. كمان هيك بنكون شفنا هدايا مرام. في كمان على فكرة هدايا من صحباتك بس فتحتهم وخلصتهم. لا لبستهم 3 مرات. مرام ما توقعت انه حنصور فيديو هدايا، أو توقعت انه ما فيديو حدا عيد ميلاد. عبرني بهدايا صراحه غير صحباتي، فقلت مش محرزين. وانا كمان ما كنتش نصور فيديو هدايا، بس قلت بنجيب دخل منه بنشتري فيه هدايا كمان. انا حق الهدايا. لا حق هذا اللي دفعناهم. داخل الفيديو هذا رح يروح لحسابي انا، لا عشان هيك كلكم شكرا على الحكي. انا كثير بحبكم، سلام الفيديو الجاي وبس. باي باي. باي.